الناس بتهدي وتصلح اللي اتكسر، ذوقها عالي وكلامها محسوب، العلاقات العامة، التصميم والفن، أي شغل محتاج إحساس وعدل يناسبها. في ركن هادي أنثى العقرب واقفة ساكتة، ما بتتكلمش كتير بس شايفة كل حاجة، بتفهم اللي ورا الكلام، التحقيق والطب النفسي، البحث وأي شغل محتاج عمق وسر ده مكانها. وتسمع ضحكة جاية من بعيد، دي أنثى القوس، بتحكي عن سفر وتجارب، ما تعرفش القفص، السياحة والتدريس والإعلام، أي شغل فيه حركة واكتشاف تحس إنها عايشة فيه. قريب من باب الخروج أنثى الجدية فاتحة مكتب تقيل، شغلها مش سهل بس ثابت، بتشيل مسؤولية وبتكمل للآخر، الإدارة والمشاريع الكبيرة، الهندسة وأي شغل محتاج صبر وتنظيم هي قده. وفوق سلم قديم أنثى الدلوة عاملة حاجة مختلفة، فكرة جديدة وطريقة محدش فاهمها من الأول، ناس تستغرب وناس تتعلم، التكنولوجيا والابتكار والفن السوق بيتغير بسببها. وآخر السوق أنثى الحوت قاعدة بهدوء سمع الكل، حاسة بالكل، بتلم الوجع وتحوله حاجة أهدى، الفن والعلاج والرعاية، أي شغل فيه روح قبل العقل تحس فيه بالسلام. سوق الطباع ما بيقفلش، كل مرة تدخله تشوف ناس مختلفة، ويمكن تشوف نفسك في حتة منهم، لأن في السوق ده كل واحدة ليها مكان وكل طبع له دور، واللي جاي حكايات أعمق وأسرار أكتر. سوق الطباع لسه فاتح، لو عجبتك الحكاية قولي احكي يا نونا.